السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل لكم سلطة جميلة وخفيفة ولذيذة، ومن اكتر السلطات اللي انا بحبها جدا، وبترطب بقى عليكي في اي اكل انت حطاه. تمام. هنسمي بسم الله ونقول احنا حاطين هنا ايه. هنا عصير ليمونة زي ما انتم شايفين كده حبايبي. تمام. مكوناتنا: ملح، فلفل، نعناع ناشف، فصين 2 بس توم، 2 كيس مايونيز، خيار مبشور، خيارتين 2 بس مبشورين، طبعا مغسولين ومبشورين زي ما احنا شايفين كده، وعلبة زبادي. تمام يا حبايبي. هنعمل ايه؟ هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا هنا عملنا عصير ليمون زي ما انتم شايفين كده حبايبي. اول حاجة هنعملها هنفضي علبة الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين كده حبايبي اهو. طبعا الزبادي على حسب الكميه، على قد الكميه بتاعتنا. لو كترنا في الكميه بتاعتنا يبقى هنزود العلب الزبادي، هتبقى مثلا علبتين على حسب كميتك. يبقى احنا حطينا الليمون وهنا الزبادي. هننزل ايه عليه؟ احنا قلنا ادي ملح وادي فلفل، وده نعناع ناشف موجود عندنا في كل البيوت يا حبايبي، ودول فصين توم. هنسمي بسم الله وهننزلهم كلهم على الزبادي والليمون اهو زي ما احنا شايفين كده حبايبي، ونبدأ نقلب كل مكوناتنا كده مع بعضها. تمام يا حبايبي اهو زي ما احنا شايفين. نعمل ايه تاني؟ نسمي بسم الله وننزل الكيسين بتوع المايونيز. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك مايونيز في العلب مفيش مشكله خالص، كده هتاخدي منه معلقتين كبار. يعني لو المايونيز علب يبقى معلقتين كبار. تمام. مفيش علب مفيش مشكله، عادي نجيب اكياس براحتنا خالص. اهم حاجه ان احنا نتصرف وخلاص اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي. تمام اهو. ادي الكميه بتاعتنا. يبقى احنا حطينا ملح، فلفل، تمام، عصير ليمون، نعناع اهو زي ما احنا شايفين كده حبايبي. هنبدا نعمل ايه تاني؟ معلقه واحده زيت عادي. طب دلوقتي هو المفروض زيت زيتون، انا ما عنديش زيت زيتون، مفيش اي مشكله خالص، نعمل زيت عادي اهو ونقلب زي ما انتم شايفين كده حبايبي. اخر خطوه هنعملها هنبتدي ننزل الخيار بتاعنا على الخليط اللي احنا عملناه اهو يا حبايبي. كده نزلنا كميه الخيار زي ما انتم شايفين اهوت، وقلبناها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خلاص يا حبايبي، مفيش اسهل من كده. احسن سلطه زبادي بالخيار تاكليها، سهله وخفيفه وطعمها جميل وبترطب كمان على الجسم. تمام يا حبايبي. يا رب فيديوهاتنا باذن الله تنول اعجابكم. ما تنسوش يا جماعه تدوسوا لايك وتشيروا فيديوهاتنا وتشتركوا في القناه عشان باذن الله يوصل لكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.